بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده هنتكلم عن ازاي نرسم شارت بالمنظر الجميل ده، وازاي اللي احنا نعمل مثلا نشوف السيلز بتاعنا ازاي هو حقق اوفر تارجت او اندر تارجت، وازاي ان هو اشيف او مش اشيف، والالوان اللي هي الزهر الاحمر والجري والازرق ده ازاي يحددوا لنا ان الراجل ده اوفر اشيف او اندر اشيف بالمنظر اللي انت شايفه ده. طيب انا هاجي هاخد التيبل هنا في شيت جديد خالص واحطه واقول هنا ادي السيلز بتاعتي عندي، فهاجي همسح هنا، هاجي اقول له هنا اول حاجه لو انا هقول ان هو التارجت نوت ميت، يعني هو الراجل ده محققش التارجت بتاعه، هقول له اطرح لي التارجت بتاعه ناقص السيلز، وشد المعادله عادي لتحت. بس هتيجي عند الاولانيه كده وتقول له هنا عند الدي ناقص بتاع، قول له ماكس الاول، وحط لي ان الماكس بتاعك اقل حاجه يكون زيرو، لو اقل اكتر من زيرو فانت ما تاخدوش، بحيث ان انا اشيل منه كل السوالف. طب التارجت اوفر اتشيف، هتيجي تقول له والله اطرح لي السيلز ناقص التارجت، وتشد برضو نفس اللي احنا عملناه في الاولانيه، وتيجي عند البتاعه دي وتقول له ماكس، وحط لي الماكس برضو اقل رقم يكون كام؟ زيرو، وتقفل القوس وتشد المعادله اهو. تمام، فتطلع لك بالمنظر اللي انت شايفه ده. تمام. طيب هتيجي عند العلامه دي عند كلمه التارجت وتدوس الت F1. تمام، فهيطلع لك الشارت بالمنظر ده بالتايتل، فتروح انت ماسح لي التايتل ده وتروح رايح عند الشارت تقول له كليك يمين وتقول له شينج تايتل، وتحول الشينج تايتل ده تقول له للاين وتقول له اوكي. عند اللاين ده بتدوس كليك يمين وتروح عند الاوت لاين وتختار هنا نو اوت لاين، بحيث ان انت تحط التارجت، يعني كل الدوتس دي بتعبر عن اقصى تارجت هو ممكن يوصل. انا عايز اكونفيرت التايتل اللي انت شايفها دي لداش، يعني انا عايز احط علامه الداش اللي انت شايفها دي، فانا كل اللي عليا اروح هنا عند قائمه انسيرت واقول له ايسوليشن وهات لي الشيب واختار لي العلامه دي وترسمها. ثانيه انا اسف، تروح داس شيفت وتروح راسم البتاع وتروح راسم البتاع بالمنظر ده، تختار اللون بتاعها بلود يعني تخليه بولد. بعد كده هتروح عند الاوت لاين ده وتخليه الويت بتاعه 1.5. تمام، صغرها بس سيكه كده. تمام، بص يا رب بنبص مننا اهو. تمام، تاخدها كوبي وتروح عند الدوت تتعلم عليها وتروح عاملها بيست، هتنزل لك بالمنظر التشارت اللي انت شايفه ده بالظبط كده. بعد كده هتيجي عند علامة السيلز كده تعلم عليها وتكلهم وتاخدها وتروح عند التشارت وتقول له كوبي وتحطها هنا بيست، هتطلع لك بالمنظر الدوت اللي انت شايفها دي. هتروح هنا تدايس عليها كليك يمين وتقول له شينج تايب التايب، يطلع لك بالمنظر ده. هتروح انت دايس عليها هنا وتقول له هنا على حاجه اسمها ستاكت كولوم، تدوس عليها فيطلع لك بالمنظر ده وتقول له اوكي. زي ما انت شايف كده هو بيقول لك ان السيلز بتاعتك بتبقى هنا الاشيف، وعايز اوصل هنا طبعا ده للنوت اشيف، فانا عايز اوصل الرقم ده للرقم ده. انا هاجي اعلم عليها هنا واقول له هات لي الاوت لاينز بتاعها، وخلي الاوت لاينز بتاعته الفيل بتاعته خليها باللون الجري الجميل ده اللي انت شايف، او خليه اللي هو اللون ده. تمام. طيب بعد كده هتيجي عند حاجه اسمها التارجت نوت ميت، شايفه كده، هتعلم عليه وتاخده كوبي بيست وتحطه هنا، هيطلع لك بالدوتس اللي انت شايفها دي. هتروح له برضه تدوس له كليك يمين وتقول له شينج تايب سيريس تايب، وتروح مختار من هنا ينزل لك بالمنظر ده، تروح مختار له برضه نفس الكلام ستارت كولوم. هتروح بعد ما تستخدم الكولوم هيطلع لك بالمنظر ده كده في اللي هو العلامه دي، فانا عايز اغير الفونت بتاع الفايت لاين بتاعه، فانا هختاره خليه ريد. ريد بحيث ان هو الراجل لسه ما اشيفش التارجت بتاعه. طيب كده ده نوت اشيف، ده نوت اشيف، ده كل الحاجات دي انت كملت من السيلز لحد ما توصله لو الداش اللي احنا عاملينها ده لو التارجت. طب بس في ناس عاد، يعني بص واحد زي ده عمل اوفر تارجت. تمام، طب ده انا هجيبه ازاي وهو العلامه كده زرقاء، فكده مش شكلها لطيف. طيب ركز في اللي انا جاي هقوله لك ده. شايف كلمة تارجت دي؟ هنعمل حاجة منها تاني اسمها الدامي تارجت. هتروح على التارجت دي تعلم عليه وتدوس كنترول بي وتحطه هنا في البيت، هينزلك بالمنظر اللي هو الدوتس اللي هو الايه الزرقاء دي. هتروح عندها وتقول له كليك يمين وتقول له شينج تايب، هينزل لك هنا، بس المرة دي هتختار ستاج، بس هتخليه في حاجة اسمها السكندري اكسس، هتخليه هنا سكندري اكسس. بعد ما تدوس عليه زي ما انت شايف كده هيطلع لك تو اكسس كده، يبقى في اكسس اللي هو ده البريمري وده اللي هو السكندري بتاعه. طيب هي كده ظاهره بالعلامه الصفراء وبتاع، انا عايز بس اخلي الداتا موجوده بس مش عايزها تظهر، فانا كل اللي عليا هدوس كليك يمين هنا واروح عند الاوت لاين واقول له هنا نو فيل، هترجع لك بالمنظر القديم كده. طيب يبقى انا كده حطيت السيلز وحطيت التارجت والنوت ميد وعملت عليهم اوفر رايت للتارجت بس كدمي، بس ما خليتوش يظهر. طب انا دلوقتي عايز اعمل التارجت اوفر اشيف، ان هو بحيث ان هو الراجل لو اوفر اشيف العلامه اللي هي الرمادي دي تتحول لزرقاء.
فكل اللي عليا برضو هاجي هنا زي ما احنا عملنا، هتدوس كنترول في كنترول سي وتحطها هنا كنترول في، هتتحرك الدوت الزرق اللي انت شايفها. هتروح هنا هتقول له شينج تايب، هتختار هنا كلاستر، نفس الكلام برضو معانا بس هتخليها كسكندري بس مش برايمري، وتقول له اوكي. هتظهر لك بالمنظر ده. طبعا انت ممكن تروح تغير بقى هنا اللون بتاعها، لو عايز الاوتفيت مثلا خليه ازرق كده، او لو خليه نفس اللون اللي هو البلو ده شكله ايه اشيك كده. يبقى احنا كده خلصنا الستاك دول بتاع. بس هنا بص كده ارقام نازله لي 1 2 3 4، انا عايز احطها اسامي الناس اللي عندي. هروح هنا كليك يمين، كل عليا هروح هنا عند سيلكت داتا واروح عند الايديت واختار له هنا اسماء الناس. فزي ما انت شايف هتقول له اوكي كده، هينزل لك اوكي، هيطلع لك اسامي الناس زي ما انت شايفها بالمنظر ده. طيب انا كده عايز ايه، الخطوط دي مش عاجباني فانا عايز اشيلها، فانا اروح عند الجريد لاين اشيلها، وعايز احط الليجن ده اللي هو المسميات كل واحد من دول فين. فانا عند الليجنت دي واخليها مثلا في التوب بحيث انها تطلع لي بالمنظر ده فوق. طيب بس هنا مكتوبه سيريس 1 سيريس 2 مش عارف ايه، انا عايز الاسماء دي الليجنت دي تعبر عن المسميات بتاعه التيبلز اللي عندي. هتروح هنا عند سيلكت داتا وتقول له اوكي. هتيجي بقى عند اول واحده دي ايديت، هنا بيقول لك ايه دي عند الدي اللي هي دي هدي، فالهيدر بتاعها التارجت. طب والتانية اسمها هتروح عند الايديت دي مبدأ 171 فدي هتبقى السيلز تمام. والتالتة مثلا هتروح لها edit ودي هتبقى عندي 0068 فدي اللي هي target not met. هتروح عند التالتة دي اللي هي واخدة دي 16 هنقول دي dummy target. والاخيرة دي هتبقى عبارة عن السيريز، لو انت عملت لها edit عبارة عن 55 اللي هي target over achieve. هتقول له اوكي، هتقول له اوكي. زي ما انت شايف هنا الرمادي ده بيعبر عن السيلز، وعندك التارجت نوت ميت اللي هو الريد ده اللي انت شايفه، والدامي تارجت مش مدينه لون لان احنا عاملينها الدامي بس مش ظاهره، وعند التوجر تارجت اوفر اشيف زي ما انت شايف بالازرق والداش بتاعتها كده. طيب هل كده دي احسن حاجه؟ ممكن نعمل لها فورمات شويه. اول حاجه انت ممكن تحول ده تيبل زي ما انت شايف كده، وتاخد ده كده روح عند الفورمات ديزاين وقول له نو اوت لاين وقول له نو اوت شيب برضو نفس الكلام، بحيث ان الخلفيه بس هي اللي تبان تمام. تروح عند قائمه انسيرت وتقول له هنا هات لي الايسوليشن مثلا، هات لي اللي هو الشيب بالمنظر ده، وتروح مثلا واخده كوبي بس كده حطه هنا تمام. وده مثلا قول له ان هو الشيب ده املاه باللون مثلا الازرق ده تمام. هتروح هنا عند هنا السند فتقول له سند باكورد، تدوس عليها كده وتستنى شويه هتلاقيه بيحمل لحد ما يعملها. قول له تاني خلاص، هيطلع لك الداتا بالمنظر ده. طبعا كلنا واقفين كده مش شايفين حاجه الحمد لله، فانت كل عليك ان انت بس ايه تدوس على العلامه دي وتروح دايس عليهم وتحولهم اللي هو الابيض وبولد، وده تحوله مثلا ابيض وبولد، ومن تحت كده تحوله ابيض وبولد، ونفس الكلام الاكسس الناحيه التانية تحولها ابيض بولد زي ما انت شايف كده. اللون نفسه بتاع البتاع مش كويس، فخلينا نختار لون تاني احسن شويه، خليه اللي هو القلم كده تنور اكتر. طيب عندي هنا الفيو ممكن اقول له هنا هات الجريد لاين والهيد لاين دي كده، وتعالى عند الداش الجميله دي شيلها، هطلع لك المنظر اللي انت شايفه ده. طيب انا كده حول. طب انا عايز اخلي الشارت دي تتحول كده اوتوماتيك ولما اجي اقارن كل رايح هنروح عند تيبل ديزاين واقول له انسرت سلايسر واختار من هنا كلمه النيمز بحيث ان انا اسامي الناس تنزل لي في البتاعه دي كده كلها. طب انا عايزهم يكونوا جنب بعض ما يقعوش، انا ممكن اختار هنا بدل كولومز اقول له مثلا خليها 3 كولومز بحيث ان هما ينزلوا بالمنظر اللي انت شايفه ده. يا باشا كاستمايزنج بتاعك الجميل على قد التيبل اللي جنبها تمام، وتشد دي كده لفوق خلاص كده تبقى التيبل دي قد ده. طب انا مثلا عايز اشوف نوع ده عمل قد ايه، بتدوس عليه كليك فبيتغير، فبص التشارت نفسها بتتغير ازاي معاك. طب عايز اقارن اتنين ببعض هتدوس مثلا كنترول وتدوس ايه التلات ارقام اللي انت بتعمل. طيب انا كده مش محتاج اعرف حاجه، انا كل ما عليا ان انا شفت اوليفيا طالما ازرق دي اوفر اشيف، احمر ده الراجل ده محققش، الراجل ده محققش، ده اوفر اشيف، دي جايبه التارجت بالظبط. فهمت الفكره؟ بس لو عايز افك الفلتر بس ما بشيل بس البتاع الحمرا دي زي ما انت شايف كده. فانا عندي الناس دي كده طالما احمر يبقى دول اندر اشيف والازرق دول اوفر اشيف، من غير ما تبص على الارقام ولا تتعب نفسك. يا رب يكون الدرس عجبكم، وان شاء الله الاكسل لو حد محتاجها هحسبها، حط كومنتك في ميل وان شاء الله هبعتها لك.